ايه لسه ما بيقولش عليك؟ لسه. مش ناوي يجي بقى ولا ايه؟ ما اظنش والله يا فندم. هو زي ما قلت لحضرتك ده راجل بركه يعني، وما اعتقدش انه يخلي بينا. ما نشوف. الله كريم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على السلامة يا شيخ صابر. الله يسلمك. أنا جاهز. اتفضل من هنا. ماشي. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استر يا رب. ان شاء الله يخرج يا ابني، ان شاء الله يا رب يا ابني. هيخرج ازاي يعني؟ ده بقاله 12 ساعة جوه. وسع يا ابني، وسع يا ابني. قلب عندك يا سلام. وايه اللي حصل يا حسن؟ حد عارف يا حاج؟ ادينا مستنيين. بعد اذنكم الناس ممكن تمشي عشان ممنوع التصوير. لو سمحت أنا صحفي أصلا ومعايا تصريح من وزارة الآثار. يا فندم ده رابع واحد يحصل له مصيبه بسبب المقبره الملعونه دي. هو عمر الناس بعزها. أنا مش فاهم إزاي واحد بعقلك ده شغال في الوزارة. صابر! صبر ابني، انت بخير يا صبر؟ انت بخير يا ابني؟ أنت كويس يا صابر؟ صح. الحمد لله. الحمد لله على السلامة يا شيخ صابر. يا شيخ صابر، أنت إزاي خرجت من جوه المقبرة بعد الوقت ده كله؟ وشفت إيه جوه؟ انت بخير، بخير يا ابني، بخير. سبحان الله يا ولاد، المداح طلع عايش. كنت متأكد انك ب7 أرواح يا صابر. من ساعة ما شفته هنا وانا بقول عليه مخاوي وبتاع عفاريت. لا اتكلم عدل على الشيخ صابر، دي خاطر. عادي عادي يا استاذ عمر الكلام ده، انت رجل علم. شغل الشعوذة ده يطلع من دجال ما يطلعش من مدرس محترم. اسكت احسن جاي اسكت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بستأذن انا. لو عندك حصص زيادة عايز تشيلها لي وتروح انت في اي وقت، انا في الخدمة يا شيخ صابر. الله يخليك يا أستاذ عمر، ربنا يبارك في عمرك. وكمان أنا زميلك مش شيخ. العفو يا شيخنا. لا حول ولا قوة إلا بالله. بيقولك فضل تحت الأرض أكتر من 12 ساعة وطلع عايش. لا حول ولا قوة إلا بالله. إيه اللي حصل يا أستاذ؟ قلقتني. قلقتك؟ ما هو أنت لو مركزة في مذاكرتك ربع اللي أنت مركزاه معايا هتجيب أحلى مجموع. طب ممكن بس تاخد ده؟ ده إيه ده؟ ده حجاب بيمنع الأذى وكده. ارمي القرف ده. ربنا هو الحافظ ورب الكعبة يا سهيل. لو ما شلتيني من دماغك لأقول للمدير، وأنت عارفة هيعملوا إيه معاكي. ادخلي يلا. يلا. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا يا عبد الرازق، أنا لو ما كنتش شفت بعيني والله ما كنت صدقت.
الظاهر ان المداح خد الهبه من ابوه. لا وايه؟ انا اللي ما كنتش عايز اديله بنتي. ده كأن ربنا دلنا عليه واحنا تايهين عنه ادينا سنين. ايوه. وتفتكر الواد صابر هيوافق؟ انت ليك عنده حاجة وهو له عندك حاجة. ايوه. طب افرض مثلا يعني وافق والدنيا مشيت، مش يمكن بعد كده يخيب وما يوصلناش للدهب؟ الكلام ده لو ما كانش هو ابن الشيخ سلام، الله وكيل، ده معجون ببركته. دق على الحديد وهو سخن يا حاج، دق. كده يا صابر، انا خفت عليك قوي، قلبي كان هيقف من الخوف. بجد؟ بجد ايه؟ انت فرحان يعني؟ لا بعد الشر عليك، انا خفت بس على قلقك عليا. طب قولي، انت مالك ومال المقبرة دي؟ لسه في العمر بقى ايه؟ هما طلبوا مني مساعدتي وانا بصراحه ما رضيتش اتاخر. وما تخافيش عليا. انا ما بقتش بعمل حاجة غير اني اخاف عليك. ما كانش من كلام الناس اللي بيقولوا عنك، يبقى من زين اللي ما وراهوش حاجة غير انه يراقبنا. زين ده على فكره قلب ابيض، وان شاء الله ربنا يهديه. زين؟ والله انت اللي قلبك ابيض. ده زين سمعته وحشة، انا خايفة يأذيك. انا في حمايه ربنا يا رحاب. لا قول لي يا صابر، انت طلعت ازاي من جوه المقبرة؟ ايه يا رحاب؟ انت هتتكلمي زي بقيه الناس اللي عماله تتكلم وتقول خرج ازاي؟ انا خرجت بمدد ربنا سبحانه وتعالى. قعدت اقرا قران واستغفر ربنا لحد ما المقبره فتحت. انا كنت هموت من الخوف عليك، خفت اخسرك. مش كفايه انت بعيد عني؟ ان شاء الله بعدنا عن بعض مش هيطول يا رحاب. ودماغ ابويا وابوك الناشفه دي ان شاء الله مسيرها تليه. يا رب يا رب. عارفه يا رحاب، شوية الصغيرين اللي انا بشوفك فيهم دول بقعد افكر فيهم طول اليوم لحد ما بشبع. بس ما ينفعش تشبع، عشان انت لو شبعت هتبقى مش عايز تشوفني تاني. ما هو المشكلة انا ما بشبعش. ربنا يحميكي.